بتنشأ عن طريق كذا طريقة. أول طريقة التنشئة الاجتماعية. التنشئة الاجتماعية يعني ايه التنشئة الاجتماعية؟ انت اتربيت ازاي؟ الدين قال لك ايه؟ العلم قال لك، يعني الدين قال لك ايه؟ وعليكم السلام يا وائل. العلم، الدين قال لك ايه؟ لحظة كده. تمام. الدين قال لك ايه؟ قال لك انت تعيش ازاي، في قناعاتك هتكون ازاي، وهكذا. ده الدين. والمجتمع قال لك ايه؟ وابوك وامك قالوا لك ايه؟ والسياسات الكبرى، سياسة بتقول لك ايه؟ بتوجهك ناحية ايه؟ والشخصيات العامة بتوجهك ناحية ايه؟ يعني بتقول لك انت انت عبارة عن ايه، والمفروض ايه اهدافك، وايه طموحاتك، وهكذا. المجتمع بيسوقك ناحية قناعات معينة، ودي قناعات معلبة. قناعات معلبة. يعني ايه معلبة؟ يعني عارف انت الاستنباط، اسطمبة في مصانع بتلاقي مثلا على سبيل المثال شخص او يعني عمال المصانع بشكل عام بيبقوا عاملين جاهزين استنباط معينه. الاستنباط دي هي اللي بتخلي بشكل عام المنتج يطلع بشكل بيرفكت وبشكل تلقائي وبشكل سريع. المنتج بيطلع بشكل بيرفكت وتلقائي وسريع. فبتلاقي استنباط. الاستنباط دي معلبه وجاهزه بحيث تخلي عمليه الانتاج سريعه وسلسه. دي نقطه. الحاجه الثانيه، فانت نفس الكلام بالنسبه لعالم الافكار. عالم الافكار في نوع من انواع ايه؟ نوع من انواع التعليب والتنميط. تنميط اللي هو ايه؟ كلنا نكون بنفس الافكار وبنفس القناعات بحيث يسهل التحكم بينا. بحيث ايه؟ يسهل التحكم بينا. دي نقطه خطيره جدا. فاول حاجه القناعات الراسخه رسوخ الجبال جوه عقل ومخ، جوه مخ وعقل وجوه قلب كمان. جوه القلب برضو العاطفه بتلعب دور. فالقناعات اللي بتظهر في عند الاشخاص معينين، القناعات دي بشكل عام بتيجي منين؟ من التنشئه الاجتماعيه. المجتمع، الدين، الاهل، الاقارب، الاعلام والسوشيال ميديا او الميديا بشكل عام، وهكذا. استاذ وائل او وائل بيقول لي المشكله اللي بتكون الشخصيه هي البيئه عليها عامل كبير. صحيح يا استاذ وائل، صحيح يا وائل، فمعك حق فعلا. الفكره دي فعلا خطيره جدا. فاول حاجه التنشئه الاجتماعيه. تاني حاجه الانحيازات المعرفيه. يعني ازاي قناعاتنا بتتكون؟ عن طريق حاجه اسمها الانحيازات الايه؟ الانحيازات المعرفيه. يعني ايه انحيازات معرفيه؟ يعني مثلا عندك ميول معينه. عارف انت الميول؟ مايل ناحيه شيء معين بتحبه او حبه. الميول ده بحد ذاته اسمها انحيازات معرفيه. ليه سموها انحيازات وليه سموها معرفيه؟ هقول لك دلوقتي. انحيازات معناها انك انت مش محايد. انت شخص مش موقفك وموقعك في النص، لا بالعكس. انت قلبك او عقلك مايل ناحيه حاجه معينه. بتحب كذا. وعليكم السلام يا صديقي. فانت بتحب كذا، مايل ناحيه حاجه معينه. انت مايل ناحيه شيء معين بتحبه غصب عنك. مش غصب، ساعات بيكون غصب عنك وبإرادتك بتختار الشيء ده غصب عنك او بإرادتك على حسب. فالمهم الشيء ده اللي هو ده معنى الانحيازات. انحياز يعني انت مش محايد، انت راجل واقف في النص مش محايد، لا مش مايل ناحيه اليمين شويه او ناحيه الشمال شويه. دي الانحيازات. المعرفيه ليه سموها معرفيه؟ عشان بشكل عام الفكر والفكر والحاجات الذهنيه والعقليه بتلعب فيها دور اساسي ودور مؤكد. دي نقطه. فدي الانحيازات المعرفيه. من احد امثله الانحيازات المعرفيه مثال اللي هو الانحياز التاكيدي او الانحياز المعرفي التاكيدي. يعني ايه الانحياز المعرفي التاكيدي؟ يعني مثلا انت ميال ناحيه اختيار معين. حلو قوي. الاختيار اللي انت اخترته ده انت غصب عنك، او يعني الاختيار اللي انت اخترته ده انت عايز تؤكد عليه، بتاكده ان ده الاختيار اللي انا عايزه، فبتاكد عليه. فدي نقطه. ف مرحبا يا صديقي. فبشكل عام ده الانحيازات المعرفيه. السبب الثالث من اسباب نشوء القناعات بشكل عام وهو ضغط الجماعه والهويه. ضغط الجماعه والهويه. يعني ايه الكلام ده؟ ضغط الجماعه والهويه. الجماعه بشكل عام
مش عايز اقول جماعه عشان ما تفهمنيش غلط، او الخوارزميات ما تفهمنيش غلط يعني، بس يعني المجموعه، خليها احسن كلمه مجموعه، عليه الصلاه والسلام. فالمجموعه، المجموعه بشكل عام هي بتضغطك ناحيه، او بتوجهك ناحيه حاجه معينه. يعني ايه؟ يعني انت بشكل عام المجموعه اللي انت منتمي اليها بتقول لك اعمل كذا. ضغط المجموعه، المجموعه بتزقك غصب عنك. ليه بقى؟ عشان ما تبقاش شخص مرفوض. انت مش عايز تترفض من المجتمع بتاعك ومن المجموعه بتاعتك، فبالتالي بتحاول تواكبهم وتمشيهم. ليه؟ لانك انت لو اختلفت عنهم على طول هيتم اقصائك وينظرك نظره ان انت شخص مش سوي، او شخص مجنون، او شخص مش شخص روتيني، او مش شخص طبيعي، وهكذا. دي نقطه خطيره جدا. السبب الرابع والاخير وهو الصدمات. طبعا استنوا، انا اجيب قصص بقى حقيقيه، هجيب 5 قصص في اللايف ده. القصص دي حقيقيه، هحكي لكم بقى يعني بشكل عام ايه يعني ايه موضوع الانحيازات، قصدي موضوع القناعات وتكوين القناعات وهكذا. فالمهم، دي حاجه. اخر حاجه، اخر سبب، الصدمات والتجارب الشخصيه. ممكن انت كشخص بتعاني من صدمه، موقف صعب حصل لك، مصيبه، كارثه حصلت لك. الصدمات دي بشكل عام هي في الاساس خليتك تفوق لنفسك. ايه ده؟ ازاي يحصل كده؟ فتغير من قناعاتك وهكذا. فنبتدي القصص بقى، عشان الجانب المثير من اللايف القصص طبعا. واقرب شيء الى قلب الانسان هي القصص، لان معروف يعني القران ربعه قصص. اول قصه عندي هي قصه محاكمات السحر في مدينه مدينه سالم دي في امريكا. هتقولي اسمها سالم ازاي؟ هقول لك اسمها كده، مدينه سالم. ابحث عنها هتلاقيها. مدينه سالم على اسم عربي يعني، على اسم شخص عربي عايش في مدينه سالم. صديقي ياسر ناصر بيقول لي ايه: تغيير التفكير من اساسه، يعني بدل ان نرى التحيز نحو معتقد شيء سلبي، نجعله حافز للبحث عن البحث، وجعل التحيز منطقي بدلا من خوض صراع بلا نتيجة، للتخلص من التحيز واستبداله بوسواس قهري للمعرفة. بص يا ياسر، عايز اقول لك حاجة. مسألة انك انت بتمنطق، يعني عارف يعني ايه بتمنطق؟ يعني بتحط على الانحياز اللي انت منحاز له نكهة منطقية، نكهة منطقية. فالنكهة المنطقية دي بتخليك بشكل عام مقبول بالنسبة لك. يعني مثلا أنا بحب الزمالك، طبعا مش أنا ده بشكل عام يعني. مش أنا أهلاوي أصلا، حتى لابس أحمر أهو. فالمهم أنا بحب الزمالك مثلا يعني، فأنا هبقى أدور على مبررات نادي الزمالك، يعني نادي الزمالك كورة. أنا بحب نادي الزمالك، فأنا هدور على مبررات تمنطق تمنطق الايه تمنطق الايه الاختيار ده والانحياز ده، تخليه منطقي. زي ايه مثلا؟ نادي الزمالك ده نادي القرن الحقيقي. مثلا نادي الزمالك ده نادي قوي في الثمانينات وفي التسعينات، كان نادي عالمي. نادي الزمالك ده مش عارف، وهكذا. اقعد امنطق من الانحياز بتاعي ده. دي نقطه. ف لا، لسه ما فعلتش ارباح اليوتيوب. صديق قوة المعرفة، ان انت جنوسيس، مش كده؟ جنوسيس، اهلا بيك يا صديقي. فالمهم دي نقطة، انك انت بتمنطق بتغلف ال بتغلف الاختيار بتاعك ده والانحياز بتاعك ده بنكهة وبكفر كده، كفر وغلاف من المنطق. خلاص تمام. نخش بقى في القصص. اول حاجة قصة محاكمات السحر في مدينة سالم في أمريكا سنة 1692. إيه اللي حصل في 1692؟ حصل إن بلدة سالم في أمريكا كان فيها فكرة منتشرة عن الناس هناك في البلدة دي، إن بشكل عام هناك نوع من أنواع السحر بيمارس من قبل النساء. فقال لك يعني، وطبعا الفكرة دي ليها بعد إسلامي أو ديني. يعني بشكل عام عندنا فكرة السحر مؤمنين بيها بشكل معين كفولكلور، مش فولكلور بس، ده دين كمان يعني، أفكار في الدين.
ان بشكل عام السحر مؤمنين بيك احنا كمسلمين، والسحر بيتعمل بطريقه معينه بعقد ومش عارف ايه وحاجات وهكذا. فالناس اعتقادها في مدينه سالم، وقيس عليها بقى اي مجتمعات بشريه اخرى سواء كانت دوله كبيره. اهلا بك يا صديقي. يس اوكي يس. فالمهم